في الترقي بالمجتمع. يعني معروف أن التعليم والتعلم وجهد العلم يرفع مستوى العلماء، والخطبة والخطباء يرفع مستوى الخطباء، والمعلمين القرآن يرفع مستوى المعلمين. أما الدعوة العامة فترفع مستوى الأمة كلها، مستوى الأمة كلها، حتى نحسس كل واحد من أفراد هذه الأمة أنه مسؤول عن هذا الدين وعن جهد الدعوة إلى الله عز وجل. مهما بلغ علمه فلن ينزل عن نصاب الدعوة اللي هي بلغوا عني ولو آية. لا شك أن كل مسلم عنده آية. فكيف يأتي هذا الأمر وهذا الإحساس؟ هذه مسؤوليتكم أيها العلماء، أن ننشر هذا الخير إلى الأمة كلها، وأن نترجم ما تعلمناه شفقة ورحمة بالأمة، وأن الله سبحانه وتعالى يعني اختار صفوة من الرسل وجعل وظيفتهم الدعوة إلى الله عز وجل. وفي أي درس من الدروس حتى لو كان وسيلة من الوسائل كدروس اللغة العربية فليكن همنا الوصول إلى إرضاء الله عز وجل، نرضي الله بسلوك أنفسنا وكذلك بدعوة غيرنا إلى الله عز وجل، والعالم كله ينتظركم إن شاء الله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وأكرمكم، جمعنا وإياكم على خير. هذا والله ولي التوفيق إن شاء الله. الله يسلمك. طيب.